أهلا بيكم. النهاردة جايبة لكم أكلة من الآخر، ورقة اللحمة اللي كل ما بعملها لضيوفي يقولوا لي ده أحلى لحمة كلناها في حياتنا. عارفين انتوا الوصفات بتاع زمان اللي هتفكركم بالأيام الحلوة قوي دي؟ وكمان وصفة أساسية من وصفات عيد الأضحى. هنعمل ورقة اللحمة بطريقة حلوة هتبقى دايبة زبدة خالص. طريقة سهلة وبسيطة، تابعي معايا الفيديو للآخر علشان تعرفي الطريقة بالتفصيل. لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي. المكونات بتاعتي اللي أنا مستخدماها بصل وفلفل ألوان وطماطم. هنكتر كمية البصل شوية علشان هو البصل هو يعني النجم بتاع الوصفة، والبهار ملح وفلفل أسمر، وبهار لحمة ورق لورا وكوبيبة صيني، وأي قطعية لحمة تحبيها بس أهم حاجة تكون رقيقة شوية. أقطع أول حاجة البصل بتاعي قطع شرايح يعني تكون رفيعة شوية، إنما بقية الخضار هنقطعه بسمك متوسط. الأكلة دي بتاخد كمية بصل كده محترمة عشان البصل هو البطل. أجيب بقى بولة وأحط فيها البصل بتاعي وهافككه كده من بعضه، وهانزل عليه بالبهارات. البصل هو الحاجة الوحيدة اللي بتتبل في الموضوع ده. بافككه كده وهانزل بالبهارات بتاعتي الصحيحة والبهارات اللي هي مطحونة. هامسك كده البصل وادعكه كويس جدًا بإيدي علشان يشرب من التتبيلة، وكمان هانزل ب3 فصوص توم مبشورين. التوم هيخلّي كده ريحة مش هتتخيليها بجد، ريحة التتبيلة خطيرة بجد تفتح النفس، بجد بتفكّرني بذكريات زمان وذكريات حلوة جدًا. هاقلّب بقى كل المكونات بتاعتي وهانزل باللحمة واتبّلها كويس. شايفين القطعية بتاعتي مش رقيقة أوي ومش سميكة أوي. أتبّل اللحمة مع البصل كويس جدًا وهاسيبها على جنب وأروح أقطّع بقية الخضار بتاعي. شايفين أنا باقطّع الفلفل حجم متوسط، يعني بلاش تقطّعيه رفيّع أوي عشان طبعًا اللحمة بتاخد وقت في التسوية، عشان إحنا عايزين الخضار بتاعنا يبقى مستوي بس ما يختفيش، يبقى دايب كده وحلو بس ما يختفيش، يبقى موجود نبقى شايفينه. أقطّعه كده تقطيعة متوسطة. أنا هنا مستخدمة فلفل ألوان، وكمان هاقطّع الطماطم بحجم متوسط شرايح كده متوسطة معايا. الطماطم من الحاجات الجميلة أوي اللي بتدّي طعم حلو لورقة اللحمة. يعني في ناس مش بتحب بصراحة الطماطم مش عارفة ليه، بس هي ما بتتحطّش مضروبة، هي لازم تتقطّع شرايح، ما ينفعش محطوطة يعني كعصير لأ، هتتقطّع شرايح كده. أخلّص الكمية بتاعتي، أنا مستخدمة حوالي 3 طماطمايات بس على قد الكمية اللي أنا مستعملاها، هو أكتر حاجة في الموضوع هو البصل. يالّا بقى نجهّز إحنا هنعمل إيه. جِبت الصاجة بتاعتي وحطيت عليها فويل وهاجيب ورقة زبدة وهانزل عليها بشوية من اللحمة وشوية كده من الخضار بتاعي، وبعدين هاكمّل بقية شوية من اللحمة بتاعتي. أنا باحب أعملها طبقات، أنتِ ممكن تقلّبيهم كلّهم في بعض عادي برضه ما فيش مشكلة. أنا بس علشان باعملها في الصاجة بتاع الفرن مفرودة، فأنا باحب أعملها طبقات كده علشان يكون الخضار والتتبيلة واللحمة متوزعين كده متساويين ومفرودين كويس قدّام. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا، يالّا روحي اعملي لايك واشتركي في القناة واكتبي لي كومنت حلو كده زيِّك. آخر حاجة بقى هاحطها، هاحط معلقتين كبار كده من السمنة وشوية صغيرين كده من الزيت. هاركن بقى الكلام ده كله على جنب وهابتدي أقطّع حاجة. آخر حاجة هي معايا البطاطس. البطاطس يكون الحجم بتاعها متوسط، أنتم عارفين إن اللحمة بتاخد وقت في التسوية والبطاطس مش بتستحمل. زي ما قُلت لكم التقطيع بتاع الخضار يكون متوسط علشان نشوفه ونحس بطعمه ويستوى ويكون باين كده قدّامنا. أقطّع الكمية اللي أنتم عايزينها بقى. أنا مقطّعة 3 وحدات من البطاطس وبس، هارصهم كده في الصينية وهاقفّل بقى كويس جدًا. إحنا عايزين الصينية دي تتقفّل يعني يعني شُفتوا لفة هدايا، نقفلها لفة هدايا. أجيب ورقة تانية من الزبدة وبعدين هاقفلها بالفويل كويس، مش عايزة يدخلها أي هوا ولا أي نقطة بخار واحدة بس تطلع من الصينية بتاعتي، علشان ناخد نتيجة كويس. بتاخد وقت في الفرن قد إيه؟ من ساعة لساعة ونُص على درجة حرارة 160، ولو 160 عالية عندِك قلّلي. اللحمة كل أمّا اتعملت على درجة حرارة قليلة بتطلع دايبة دوب،
بتبقى تحفة بجد، إحنا مش عايزينها تنشف، هنا بعد ساعة ونُص بالضبط أنا كنت نسيت أحُط معلقة من الصلصة فحطيتها كده ودهنتها، هي كده خلاص جاهزة وخلصت معايا وبقت زي الفل وبقت جميلة خالص، بس أنا عندي بيحبوا الحاجة تبقى محمّرة شوية، فأنا دهنت عليها الصلصة كده شوية ووزّعتها وبعدين هادخّلها تحت الشواية، إنما هو الصح هي بتتاكل كده من غير تحمير ولا أي حاجة، دايبة دوبان والخضار بتاعنا مستوي وجميل، وفي نفس الوقت شكله متماسك وزي الفل. هنا خلاص كانت خدت مننا لون كده في الشواية وبقت جاهزة معانا وبقت جميلة، بجد أحلى ورقة لحمة هتعمليها، خلاص كل سنة وأنتم طيبين، العيد الأضحى على الأبواب، خدي مني أفكار هتنفعِك جدًا في العزومات، شايفين أنا باحاول أمسكها بإيدي سخنة جدًا، والله اللحمة كانت بتتقطع كده لوحدها مش مستحملة خالص، دايبة دوبان وزبدة بمعنى الكلمة، وكمان البطاطس بتاعتنا مستوية وزي الفل. بُصّي معايا كده بجد شايفين العصارة اللي نازلة منها والصوص الجميل، شايفين اللون، ما فيش أحلى ولا أجدع من كده ورقة لحمة ممكن تقدّميها جنب رز بشعرية أو عيش بلدي أو رز أبيض وشوية سلطة. أسهل وأحلى غدا مصري أصيل ممكن تعمليه، بجد من أحلى الوصفات المقربة لقلبي، مش بتاخد وقت خالص ومش بتاخد مننا أي مجهود خالص، شوية مكونات بنخلطها مع بعض في بولة وفي صينية واحدة وعلى الفرن على طول. لو جربتِ الوصفة دي أو عندكم لمسة خاصة بتضيفوها اكتبوها لي في الكومنتات، عايزة أعرف كل الأسرار بتاعتكم وإزاي بتطلّعوا ورقة اللحمة. طبعًا أنتم كلّكم شطورين وبتعملوا ورقة اللحمة بطريقة جميلة، قولوا لي بقى الأسرار والتكات بتاعتكم اللي بتطلع معاكم دايبة دوبان، أنا عايزة أتعلم منكم برضه وأعرف الأسرار اللي عندكم، وقولوا لي بتتابعوني من أي دولة، بتتابعوني من مصر بس والّا بتتابعوني من أي دولة؟ إحنا كده خلّصنا وصفة النهارده، يا رب الوصفة تكون عجبتكم، هاستنى رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعّلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتروحوا تشوفوا وصفة الكفتة بالخلطة الخطيرة اللي أنا عاملاها من وصفات عيد الأضحى، وكمان الكبدة الإسكندراني التحفة اللي مش هتاكليها تاني من برّه أبدًا، أشوفكم على خير مع وصفة جديدة وفيديو جديد، يالّا باي باي مع السلامة.